السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة بعد ماتش الإسماعيلي في الدوري في الإسماعيلية. النتيجة ما كانتش أحسن حاجة يعني. هنيجي للماتش، بس أنا يعني كنت عايز أعلق بس شوية على موضوع الاجتماع اللي تم النهاردة بتاع زيارة الأهلي، مجلس إدارة الأهلي للزمالك. أنا يعني الناس اللي متابعاني عارفة إن أنا مش بتاع روح رياضية قوي، ويعني وبعدين هي المشكلة مش في الزيارة، يعني هي المشكلة إن الأهلي طول الوقت بياخد حاجات مش من حقه، سواء في تأجيل الماتشات، سواء بأخطاء الحكام، سواء بترتيب الماتشات، سواء في الانتقالات، سواء في لعيبة بيسرقها. ففي حاجات كتير قوي غلط، بعيدا عن قصة إن إحنا نقعد مع بعض ونشرب شاي ونقطع تورتة والحاجات دي. بس في نفس الوقت ما ينفعش العلاقة بين، يعني يبقى مثلا ان الناس بتشتم بعض يعني ان الشتايمة ورجع الساعات والحاجات الهبل اللي كنا عايشين فيها. نادي الزمالك كيان كبير، والناس اللي تتكلم بيه باسمه لازم تبقى ناس كبار مدركة، وهي عارفة بتقول ايه وبتعمل ايه، ويعني ما يبقاش الكلام، حتى لو هنتكلم يبقى في ليفل للكلام. يعني الإدارة السابقة كانت نازلة بينا ليفل الحارة، ليفل الرتح. ده لا يليق بنادي بحجم نادي الزمالك. فهو بالتبعية كان لازم يكون في نقطة نظام، ويكون الموضوع ماشي كويس بطريقة الكلام بحاجات كتير قوي يعني. بس اهمها ان النادي يبقى ليه ايمج، يبقى ليه ايمج، ناس بتتكلم بشكل دبلوماسي، وحتى لو في مشاكل، وحتى عادي الناس بتشوف بعض في كل انديه العالم اللي فيها تنافس يسلموا على بعض يعني. فانا مش شايف انها كانت كارثه يعني او غلطه يعني كبيره يعني. نيجي للماتش وظروف الماتش واللي حصل في الماتش وتبعات الانتقالات. اول ماتش بعد فتره طويله جدا، حوالي حاجه و60 يوم تقريبا، الفرقه اتغيرت بشكل كبير جدا كمدرب احنا كنا مخلصين بكابتن معتمد جمال، وصل جوزيه جوميز، ووصل 10 لعيبه جداد، مش كلهم دخلوا قائمه الماتش، وده طبيعي جدا. والفرقه راحت تلعب ماتش بره ملعبها برضه، يعني احنا رايحين طبعا كالعاده احنا بنلعب في الاسماعيليه، الاهلي ما بيخشاش ملعب كان مش كويس، وبنلعب قصاد 10,000 متفرج بيشجعوا الاسماعيلي، اللي هي اصلا يعني ظروف عرقله. يعني الاهلي ممكن يوقع لو هيلعب في الظروف دي، ممكن يوقع عادي يعني. فانت بتتحط في ظروف ما بيتحطش فيها المنافس، يعني وده مش الدوري المفروض ان انت كل الفرق بتلعب كل الفرق في نفس الملاعب رايح جاي، على اساس ان الموضوع يبقى ماشي تنافسي. انما احنا عندنا في مصر الاصلاح الامنيه، فالاهلي يروح يلعبوا في برج العرب من غير جماهير، ويكسبهم 2-0 من غير مشاكل، فيبقى اسمها دوري يعني. ما تفهمش يعني، ما تفهمش في ايه. بدأنا الماتش، انا كان عندي شويه حاجات كنت خايف منها. يعني انا كنت خايف جدا من فكره ان الاندفاعات الهجوميه، خصوصا مع عدد اللعيبه الكبير اللي هي فوق الكوره. يعني احنا كنا بنلعب النهارده، احنا النهارده كنا بنلعب ب محمد صبحي لحراسه المرمى. وصبحي يعني كان لسه في حد صديقي بيتكلم معايا بيقول لي ان صبحي كل المدربين الاجانب بياخدوه مقتنعين بيه. فنقطه صبحي اللي كنا بنتكلم فيها ان في مشاكل احنا شايفينها عند صبحي في الشوط من بعيد، والسنه اللي فاتت وماتش الاهلي وحاجات كده. بس في النهايه في سبب للمدربين الاجانب مقتنعين بيه احنا مش شايفينه، بدليل ان كيروش خده، بدليل ان فيتوريا خدوا المنتخب، بدليل ان اوساريو كان بيلعبه ومقتنع بيه ومركبه فترات طويله جدا، وجوميز لما جه راح ملاعبه. فيعني في حاجه كده مشتركه بينهم كلهم، مش عارفين ايه. بس هو بدأ بصبحي، وقدامه لعب حسام عبد المجيد، احد نجوم الماتش الحقيقه النهارده، وجنبيه مسلوسي مساك ساب الباك اليمين لعمر جابر، ونداي اللي هي المفاجاه الغريبه جدا في توظيفه في المكان ده. هي المشكله ان نداي كورته وحشه، كنترول على الكوره سيء. انت بتلعبه عشان يديك اضافه هجوميه، ما بيديش اضافه هجوميه، وما بيعرفش يطلع بالكوره. فانت يعني ممكن تكون مثلا بتضحي بفكره ان التغطيه مثلا او كده قصاد اضافه هجوميه. ما فيش اضافه هجوميه، وما فيش طلوع بالكوره كويس. يعني هو مش من اللعيبه اللي بتسلمه ويعرف يتحرك وينقل لك الفرقه، وما فيش خالص، ما فيش. فالموضوع يعني تحسه مبعكك كده يعني، ما يعني هو بالعكس الجبهه بتاعته كانت مخترقه طول الوقت، لان هو بيرجع ما بيعرفش يدافع، فبالتبعيه بيتخلق في اي موقف بيتكعبل بيقع بتبقى مشكله. فانا كنت شايف ان مباي ده يعني خيار ابعد ما يكون.
حتى لو هنوظف عمر جابر، حتى لو هتوظف مساك في المكان ده، حتى لو هتوظف حمزه المسلوسي في المكان ده، فهو احسن من نضاي. يعني انا شايف كده، يعني مقتنع بكده. بما ان هو اتصاب يعني وما كملش الماتش، بس احنا هنكمل الطريقه. احنا بدانا وبعدين قدامهم لعب دونجا ومحمد شحاته الوافد الجديد من طلائع الجيش، لاعب نص ملعب المنتخب الاولمبي. وقدامهم لعب 4 لعيبه اللي هم شيكا وعبد الله وزيزو، وراس الحربه كان اوباما. بدأ الماتش تحس ان الراجل بعد شويه كده حس ان في مشكله في الطلوع بالكوره، وهي مشكله باينه لان مفيش حد في الخط الخلفي قائد، يعني مدافع كورته حلوه وكده. والباكين سواء عمر او نضاي فهم الاثنين كهربتهم عاليه، يعني لو عايز يسلم ويجري. فالراجل بعد نص ساعه كده، احنا يعني الاول جات لنا كذا فرصه كده، منهم واحده لامام في العارضه. انا كنت شايف ان الفريق واقف كويس في الملعب، يعني انا كنت متخيل احنا هنتهدد اكتر من كده الحقيقه بكل العناصر اللي فوق الكوره دي. الحقيقه عبد الله السعيد عمل ماتش هايل، يعني عبد الله السعيد ورجع وغطى واتحرك. فرجوعا للنقطه بتاعت عبد الله، انا كنت متخيل ان بوجود إن عبد الله وشيكا وزيزو وباما، وبعد كده نزل عليهم سحب واحد من الاثنين ديفندر اللي هو محمد شحاته بعد ما خد انذار. بس هو الراجل المؤتمر قال ان هو ما طلعوش عشان الانذار، يعني هو طلعه لسبب تاني، يعني جايين ليه يعني. فانا كنت متخيل ان احنا عندنا 4، انا حتى كتبتها 4 لعيبه فوق الكوره خالص، ونداي اللي هو الباك ليفت اصلا دفاعيا سيء، فعارفين كنا يعني نتهدد. فاحنا هو برده في نقطه ان الاسماعيلي كان مركز كل شغله ان هو بيدافع وبيرمي الكره عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي كان بيتصرف فيها غلط. فهو برده دي مش نقطه قوي مقياس لبعد كده، بس هو الراجل بيحاول يشتغل، يعني مدرب الزمالك اللعيبه واقفه، تحس اللعيبه واقفه، يعني الفرقه قريبه من بعض، مفيش المساحات الشاسعه اللي بتشوفها مع المدربين المصريين، الناس تبقى ساقطه ورا خالص. لا، الفرقه بتتحرك كتله واحده، فرقه بتتحرك. انا ما حسيتش ان يعني ان في تباعد قوي بين الخطوط، يعني في اللعيبه كانت قريبه من بعض نسبيا. في حاجه بتتعمل في الخروج بالكوره، ده اللي خلى الراجل غير بعد نص ساعه. حس ان محمد شحاته ودونجا مش عارفين يستلموا، فابتدى يرجع عبد الله يلعب هو الثمانيه، يبقى هو اللي بيستلم. طبعا لعيبه الزمالك مع يعني مش كل الكور، يعني هو المفروض ان كانت كل الكور بقى تروح لعبد الله طالما نزل الحته دي. كان في شويه كده تاتش بتاع ان دونجا هيكملها، طب مش عارف عمر جابر هياخدها يطلع بيها ويجري بيها تطلع اوت، حاجات كده. بس هم المفروض طالما كان عبد الله رجع 8 كان المفروض عبد الله يبقى المركز بقى اللي احنا بنسلم عليه وبنطلع عليه. الراجل عنده فكره واضحه، هو في لعيبه، وفي لعيبه بتخش ال 18. دايما احنا بنشوف، انا بشوف قوه الفرق او ان الفريق كويس او وحش هو فكره خلقنا كام فرصه وجه علينا كام فرصه. يعني احنا كزمالك في ماتش الاسماعيلي خلقنا 5 او 6 فرص، ده كلام الراجل في المؤتمر الصحفي يعني. الراجل كمان المؤتمر الصحفي ممتاز الحقيقه، هجيله لان هو اتكلم في كذا نقطه كويسين يعني. احنا خلقنا 5 6 فرص وما جاش علينا حاجه تقدر تقول انها خطر، اللهم الا الكام ميس باص اللي عملهم صبحي ووقع قلبنا. المفروض ان صبحي بيلعب عشان بيلعب في باصي كويس، كانت غلطات عنده يعني. وفعلا عبد الله لما نزل الفرقه شكلها اتحسن، ولما نزل ناصر منسي الفرقه شكلها اتحسن اكتر. نزل سيف الجزيري اللي هي الخطا الاكبر في الانتقالات بتاعت يناير. يعني قبل انتقالات يناير كان وجهه نظر الفرقه اول ما كانوا يدعموا الوينج ليفت للناحيه الثانيه، يعني زيزو وينج رايت، وينج ليفت محتاجين حد بيخش ال 18 لان دي مش مواصفات زيزو، محتاجين حد بيحاول على الجون اكتر، ومحتاجين فيرود لان سيف الجزيري لما نزل واوباما لما لعب ما قدموش المردود اللي كان مطلوب، لا على مستوى استغلال الفرص ولا على مستوى. هو الراجل اصلا واضح ان شغله ان الفيرود بيفضي لبقيه الناس في كام تريكه كده في الكور الثابته. طبعا سيف الجزيري ضيع كورتين منهم واحده كده في الاوت اللي اترمى ولما ساله دونجا، دي كانت سهله قوي، ده كان جوه الست عارضه. وانا ما اعرفش ايه اللي خلاه، يعني في فينش بيبقى اوفر قوي، انت ليه عايز تاخدها فيرست تايم وانت بتعرف تجيبها وانت واقف؟ يعني ما كانت سهله ان انت تفنشها من غير ما تطير يعني ما علينا. فانا شايف ان الراجل كشكل الفرقه بعد فتره قليله جدا، والراجل اشتغل معاهم اسبوعين، شكل الفرقه في الاسبوعين معقول جدا. فكانت المشكله في يناير ان احنا ما جبناش حد بيعرف يجيب جول، بيعرف يخش ال 18، بيعرف يسجل. يعني التدعيم الهجومي كان اقتصر على متيابه ومحمد عاطف اللي هو جاي من الدرجه الثانيه ومهاب ياسر.
والتلاته ما يعني ما تقدرش تقول ان حد فيهم هيبقى ينزل يفرق معاك بكره. ده الزمالك كان محتاج فيرود دلوقتي، كان محتاج وينج ليفت دلوقتي، لان مفيش حد يشيل الفرقه يعني. فالى جانب بقى فكره ان ما كانش فيه توفيق عند سيف في الكورتين اللي عمله له في ناصر منسي كمان لما نزل الشوط الثاني ما كانش شيكا بقى في الدقيقه 70. لان هو انا وجهه نظري ان وجود شيكا وعبد الله الاثنين يعني شيكا وعبد الله الاثنين عايزين يستلموا في رجلهم. لما عبد الله كان في الملعب هو كان بيقف ويبص يلاقي زيزو بيجري بيديله، يعني هو طول الوقت عايز حد بيجري اكتر، لان شيكا بياخد هو مساحه اللعب بتاعت 10 دي لما عبد الله مش موجود، ينزل يستلم من تحت قوي. هو شيكا اصلا طول عمره بيحب يستلم شويه في رجله اكتر ان هو يستلم في مساحه او في حركه. فوجود الاثنين السن الكبير وفكره كل واحد عايز يستلم بتقلل شويه ديناميكيه الفرقه، مش فكره هجوم على حد فيهم. بالعكس هو انت ممكن في اوقات معينه تنزل شيكا الشوط الثاني، يعني هو الراجل هتظبط معاه. انا حاسس ان هو تقريبا بيجرب والتغييرات كانت قريبه، يعني هو منزل ناصر منسي الشوط الثاني ما كان شيكا. الفرقه اتحسنت، الفرقه اتحسنت وابتدينا نلعب كوره احسن وابتدى يبقى الشكل افضل. انا زعلان جدا عن نقطتين، لان موقف الفرقه في جدول الدوري واقف في جدول الفرقه في جدول الدوري وحش قوي. يعني هي الفكره، يعني هو المدرب مش ذنبه الحقيقه، بس الزمالك في موقف سيء، يعني مش فكره اللي هو فكره المنافسه بتبعد. احنا موقعين 15 بونت في 9 ماتشات، رقم يعني ما يقولش ان انت بتنافس اصلا، يعني الموضوع صعب جدا يعني. فالفرقه وجات لسيف الجزيري كده فرصه. طبعا في كوره اللي محمد عادل الحكم، اللي هي الكوره اللي عدى فيها زيزو والواد دخل شاله، الكوره دي هو ادى عليها انذار بعديها بدقيقه للعيب الزمالك. نفس الكوره في نص الملعب دخل شاله، في نفس الكوره عدت وشال راح مدي انذار. هي كانت انذار تاني فسحب ايده. طب انت يعني محمد عادل ده من ساعه لما اتقال له احتواء وبتاع وهو كل قراراته موجهه لصالح الاهلي وضد الزمالك، بيحاول يثبت ان هو ما كانش حكم سيء. نداي اتصاب في لقطه بقى مهمه جدا تقول لك مين عبد الله السعيد. لما نداي اتصاب الكوره اتلعبت ناحيته في المكان الفاضي الناحيه الثانيه، مين اللي رجع غطى بقى؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي عنده 37 سنه كان بيلعب 8، فهو خد بعضه ورجع غطى مكانه وقطع الكوره. يعني لقطه يعني لو كان بعرف اعرض لقطات كنت عرضتها يعني. لقطه تستاهل والله. يعني انا شايف ان عبد الله وحسام عبد المجيد كانوا جول الماتش. انا ما اعرفش اصلا عبد الرحمن مجدي ازاي كان خد جايزه احسن لاعب في الماتش، يمكن نتفرج على ماتش تاني يعني. فانا شايف ان الراجل مع الوقت ان شاء الله هيفهم، وخصوصا ان هو مستويات اللعيبه واضح ان هو يعني ان شاء الله هيظبط يعني. وحجم الفرص وشكل الفرقه وبتاع مبشر ان شاء الله يبقى فيه قدام حاجه كويسه نبني عليها يعني. فبتمنى ان شاء الله الدنيا تظبط والامور تظبط، والراجل جاي له ماتشين كده في الكونفدراليه هيشوفهم، هيلعبهم قبل ماتش فاينل الكاس اللي هو هيبقى كريتيكال قوي، وجاي لنا في وقت سخيف يعني لسه الفرقه بتلم نفسها. فالدنيا بالظبط. الراجل بعد الماتش اتكلم في موضوع ان احنا الزمالك ان احنا خلقنا 5 6 فرص ما سجلناش، بس ده مش كفايه، احنا المفروض نخلق 15 16. يعني الراجل برضو مشايل نفسه جزء من الموضوع ان هو، وده تصرف مظبوط. لما الناس كلمته على حاله الملعب قال لهم ان الملعب مش كويس واحنا هنلعب احسن في الملاعب اللي احسن من كده، بس هي مصر تقريبا فيها كام ملعب كويس يعني. خبط في المنظومه يعني. ف فموضوع الملعب ده مش عذر لان ده هيتكرر معانا في اماكن كتير. الراجل عارف اللي فيها بدري يعني. فالمهم يعني ان هو اتكلم بشكل ان هو ما اوجدش اسباب يعني. بالمناسبه انا شايف ان كابتن احمد مجدي مع احترامي ليه مش تقليل منه ولا هجوم عليه، الانجليزي بتاعه بعافيه شويه يعني. هو حتى في الترجمه عايز يكلم، يعني لو شفت المؤتمر كان بيسكت الناس يسمع كلمتين ويرجع يكمل. وانا مش شايف سبب ان احنا جوميز يكون نيتف في البرتغالي ونترجم له ونحوله انجليزي، لان مهما كان شخص بيعرف يتكلم اللغه مش زي يعني اللغه بتاعت بلده مش زي لغه. فلو في امكانيه ان يبقى في مترجم غير الراجل اللي جوميز اشتكى منه واحنا اتكلمنا عليه على السوشيال ميديا، يكون في مترجم بيعرف يتكلم برتغالي ويبقى مع الراجل، حتى يبقى في مساحه ان احمد مجدي يشتغل شغله كمدرب مساعد يعني. الى جانب ان هو مش قادر يتقن دور المترجم، وده هيفرق مع الوقت مع اللعيبه وتوجيهاته، خصوصا الراجل يعني واضح هي تفصيله صغيره بس ممكن تفرق. بس اللي يشوف احمد مجدي وهو بيترجم في المؤتمر وفي ال5 دقايق اللي عملتهم جون، انا شفت اللقاءات بتاعت الراجل سريعا كده قبل ما اخش اصور يعني، لا محتاجين حد يكون احسن شويه
ويا ريت يخلي الراجل، لان الراجل نفسه الانجليزي بتاعه مش هيسعفه في كل التفاصيل اللي في دماغه اللي عايز يقولها للعيبه. فالافضل ان يكون في حد بيتكلم برتغالي، وما نجيبش نفس الراجل اللي هو محمد مدني ده اللي هو اشتكى منه في السعوديه وعمل عليه فيديو مسخره. فما كانش في منطق ان احنا نجيبه يعني بغض النظر عن قصه الانتماء والحوارات دي اللي هي منطقيه يعني احنا نتكلم فيها برضو، بس هي مش اهم حاجه. اهم حاجه الكفاءه، الراجل مش كفء اصلا. فانا شايف ان يا ريت يكون في مترجم يعني مع كابتن، بدل كابتن احمد مجدي يعني، مع احترامنا برضو. المشكله ليها شقين، شق ان هو الانجليزي بتاعه مش احسن حاجه، وجوميز الانجليزي مش المذر لانجوج بتاعته يعني، مش هو النيتف فيها. فلو يبقى دي ممكن تفرق شويه معانا مع الوقت. فبنما الامور تظبط ان شاء الله، وان شاء الله يعني بالهدوء اللي في النادي يعني. برضه فكره ان مجلس الاداره هادي، ما بنسمعش خناق، ما بنسمعش زعيق، ما بنسمعش لعب فلان وقعد فلان، انا جبت لعيبه جداد لعبهم لي، انت بتلعب ليه اللعيبه اللي قبلي، والحاجات الجميله اللي كنا بنسمعها من الاداره السابقه دي بتخلي الدنيا اهدى، وبتخلي المدرب يعني. احنا فاكرين كارتيرون في السبع ثمان ماتشات اللي كانوا مع كابتن حسين لبيب كان احسن، في احسن حالا يعني، في الوقت اللي اداره مرتضى وابنه فشلوا فيريرا شخصيا يعني. فان شاء الله اللي جاي يظبط، وان شاء الله نشوف صوره احسن، وان شاء الله الراجل يقدر يحط ايديه على العناصر اللي يقدر يبدا بيها والعناصر اللي ينزلها. بس ان شاء الله باذن الله البوادر مبشره، وان شاء الله اللي جاي يبقى خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.